حادث النهارده من الكويت، والحادث ده لازم نقف عنده، لأن البشاعة فيه مش بس لأنها جريمة ولا حتى في الطريقة اللي اتقتل بيها مبارك الرشيدي، إنما في فكرة الغدر والخيانة. الغدر اللي يخلينا نقول أعوذ بالله من الإنسان، مش بس الشيطان. مبارك اللي كان إنسان ملتزم جدا وهادي، وما كانش ليه في الشر ولا كان في دماغه أي أذى لأي حد، اتغدر بيه من أقرب حد ليه. السلام عليكم وأهلا بكم في جريمة جديدة من حلقات كشف المستور. القصة دي ابتدت لما أهل مبارك راحوا للشرطة يبلغوا عن اختفاء ابنهم مبارك. ابنهم عمره ما بات بره بيته ولا بعد عن مراته ولا عياله، لكن اللي حصل في الليلة اللي فاتت إن مبارك مرجعش بيته، مع إنه كلم مراته وبلغها بإنه راجع وفي الطريق قبل نص الليل. ولما غاب ومرجعش، مراته كلمته أكتر من مرة لكنه ما كانش بيرد، ولأنه متعود إنه يعدي على مزرعته ويقعد فيها شوية قبل ما يروح، فمراته افتكرته راح المزرعة وهيرجع كمان شوية، وعلشان كده دخلت نامت. لكن لما صحيت الصبح ما لقيتش مبارك جوزها في البيت، وهم اتصلوا بيه أكتر من مرة لكن للأسف تليفونه كان غير متاح، وده بالنسبة لهم كان مرعب جدا. وعلشان كده طلعوا جري على مزرعة مبارك علشان يشوفوه فين، واعتقدوا انه ممكن يكون جه بالليل وراحت عليه نومه، وانه مثلا بايت في المزرعة بتاعته لأي سبب كان، ودخلوا بسرعة علشان يطمنوا عليه. لكن للأسف مبارك ما كانش ليه أي أثر في المزرعة كلها، قلبوا المكان كله عليه لكن ما كانش موجود. والآثار اللي موجودة بتقول إن في حد فعلا جه هنا امبارح بالليل، لكن للأسف الآثار اللي موجودة آثار مش تطمن أبدا، بالعكس آثار مرعبة جدا، لأن المكان كان مقلوب جدا وكأن كانت فيه خناقة كبيرة قوي، وريحة دخان كتير قوي مالية المكان، وكمان في بقع دم كتير قوي منتشرة على الأرض. ده عمل لهم حالة خوف شديدة جدا، وده اللي خلاهم يجروا على الشرطة فورا ويبلغوا باختفائه. الشرطة أول ما سمعت الكلام ده بدأت تسأل عن مبارك وأصحابه وشغله وحاجات كتير قوي عنه، وفعلا الأهل حكوا كل حاجة للشرطة عن مبارك. الراجل ده عنده 35 سنة ومتجوز وبيحب مراته وولاده جدا، وكمان متعلق بيهم، هادي ومستقيم وملوش أي أعداء، بالعكس مبارك شخص هادي جدا وملتزم والكل بيحبه وبيشهد بأخلاقه. شغال في وظيفة حكومية في المحكمة، وكمان مشارك صديق عمره حسن في مزرعة لتربية الدواجن، يعني مقتدر ماديا جدا ومش محتاج أي حاجة. أما حسن ده فيعتبر صديق عمره ومتربي معاه ويعتبر أخوه مش صديقه. المهم الشرطة بدأوا التحقيقات بسرعة وراحوا على المزرعة علشان يفتشوها ويشوفوا مسرح الجريمة فيه إيه. حسن في الوقت ده كان نايم في بيته، وأكتر من مرة أهل مبارك حاولوا يكلموه لكنه ما كانش بيرد. ولما أخيرا صحي قال لهم فعلا ان مبارك كان معايا ليله امبارح، وفضلوا قاعدين ومتأنسين مع بعض لحد نص الليل. لكن بعدها حسن تعب وقال لمبارك انه هيروح، فمبارك ساعتها قال له روح انت وانا شويه كده وهمشي. ومن ساعتها لا كلمه ولا شافه. وعلشان حسن ده صديق عمر مبارك فحس بقلق شديد جدا عليه، وعلشان كده راح جري على الاسم علشان يطمن على صاحبه. راح ساعتها البوليس المزرعه فعلا، وبداوا فعلا يشوفوا الاثار اللي موجوده في المزرعه ومعاهم رجال المعمل الجنائي. وهناك مش بس لقوا بقع دم وشوية كركبة، لكن كمان لقوا سبب وجود ريحة الحريق. كانت فيه خيمة محروقة في الحتة الفاضية من المزرعة، وقال الرجال المعمل الجنائي إن الخيمة دي محروقة بفعل فاعل. ده غير إن إخوات مبارك لقوا إن عربية النقل بتاعة المزرعة مش موجودة ومختفية، وقالوا كل الكلام ده للشرطة، وللأسف محدش عارف فين مبارك ولا فين أراضيه. المهم إن حسن كان خلاص وصل أخيرا ووقف مع اخوات مبارك، لكن فعلا كان شكله غريب وردود فعله كانت هاديه وبطيئه جدا، ما كانش باين عليه الخوف ولا القلق، مع ان حسن يبقى صاحب مبارك المقرب من زمان قوي. ده غير كمان ان اخوات مبارك عارفين حسن عز المعرفه، وحسوا ساعتها ان في حاجه مش مظبوطه، ولان بقى مفيش اغلى من اخوهم فراحوا للشرطه وقالوا كل الكلام ده. والكلام ده دخل حسن للمحقق وبداوا التحقيق معاه، لكن حسن قال كل الكلام اللي قاله قبل كده بالظبط، انه كان مع مبارك ليله امبارح وسابه ومشي. والحكايه منطقيه ومعتاده جدا، هما كده كده بيسهروا مع بعض كل ليله، وعلشان كده محدش شك ابدا في صدق كلام حسن. لكن الشرطي اللي بيحقق معاه حس ان اللي قدامه ده شخص مش متزن، وكمان كان متوتر جدا وهو بيرد على الاسئله وكأن في حاجه فعلا. علشان كده طلبوا يعملوا تحليل مخدرات لحسن،
والنتيجة كانت إيجابية طبعا. حسن ساعتها كان شارب مخدرات فعلا، وعلشان كده اتقبض عليه ساعتها مش بتهمة القتل ولكن بتهمة تعاطي المخدرات. بدأت ساعتها الشرطة تحركات سريعة جدا، خصوصا مع شكهم في رواية حسن اللي قالها. المهم انهم طلعوا اذن بمراجعة ابراج الاتصالات بتاعت حسن ومبارك، وفعلا اثبتوا ان تليفون مبارك فضل في المزرعة لحد الساعة 3:30 الفجر، ومن بعدها التليفون اتقفل. اما بقى بالنسبة لتليفون حسن فتليفونه فضل في المزرعة لحد الساعة 4 الفجر، يعني ما روحش الساعة 12 زي ما قال. ولكن كمان بعد ما خرج من المزرعة ما روحش على طول، لا ده راح لمزرعة تانية تخصه، وبعدها طلع على منطقة تانية اسمها الكسرات وقعد في المنطقة دي لمدة ساعتين، واخيرا روح بيته. طبعا الشرطة جابت حسن تاني وبدأت تحقق معاه وتراجع في أقواله. سألوه عن اللي وصلوا ليه من خلال شبكات التليفون، لكن حسن أنكر كل ده تماما وقال إن ممكن يكون حصل عطل في الأبراج دي. طبعا كلام حسن ما كانش منطقي، وأصر على إنكار كل الكلام اللي قالوه. وعلى قد ما كلامه كان مربك ولكن فعلا كان وراه مصيبة. كمان لما سألوه عن عربية المزرعة اللي هي العربية النقل الكبيرة قال إنها مسروقة من فترة طويلة وإنه ما يعرفش عنها حاجة، ومبارك عارف بكده. كلام حسن شككهم زيادة، وعلشان كده جابوا إذن من النيابة وراحوا جابوا عربية حسن ذات نفسها وفتشوها، لكن كانت العربية نظيفة زيادة عن اللزوم لدرجة إنها مغسولة بمواد كيماوية كتيرة جدا. الحرص الزيادة في تنظيف العربية بالشكل ده أثر الشكوك حوالين حسن أكتر. المهم إنهم راحوا المغسلة اللي غسلت العربية دي وسألوا عن العربية وعن صاحبها، وقال فعلا اللي شغال في المغسلة إن العربية جات له فعلا، وصاحبها قال إنه اتكب فيها مشروبات، وطلب منهم إنهم يغسلوا العربية بمواد كيماوية. والكلام ده كان تاني يوم الحادث الصبح. طبعا يبقى كده حسن عامل مصيبة كبيرة قوي. المهم إن الشرطة ما استسلمتش لكلام حسن، ويفككوا الكراسي والفرش بتاع العربية، وتحت كرسي من الكراسي لقوا بقع دم وخصلات شعر. ولما رجعوا للمعمل الجنائي أكدوا فعلا إن ده دم مبارك وخصلات من شعره. وحققوا ساعتها مع حسن وقال إن مبارك صاحبه وياما ركب معاه كتير قوي، وأكيد دي خصلة وقعت منه ولا حاجة، وأكيد اتعور مرة ولا حاجة في العربية. في الوقت ده لقى رجال الشرطة العربية المختفية من المزرعة، ولما فتشوا العربية دي لقوا فيها برضه بقع دم، وده برضه طلع دم مبارك. كده تأكدوا إن مبارك اتأذى وإن حسن وراه حاجة كبيرة قوي، لكن لازم يلاقوا مبارك أو حتى على الأقل جثته، لأن لحد دلوقتي مفيش أي دليل واضح يدين حسن. المهم رجال الشرطة طلعوا بيان بمواصفات مبارك وطلبوا من الناس انهم يدوروا معاهم، وخصوصا في منطقة الكسرات، واللي وصل لهم ان تليفون حسن كان موجود فيها لمدة ساعتين. وناس كتير تفاعلت مع الموضوع ده وراحت للمكان الصحراوي ده، ناس من الكويت نفسها وجنسيات تانية من اللي شغالين هناك. وبالرغم من ان اليوم كان في رمضان والناس صايمة والجو كان حر، الا ان الناس فضلت تدور، وكان العدد اللي راح من الرجالة والستات كان فعلا كبير جدا. فضلوا ساعتها الناس ورجال الشرطة يدوروا في المكان على أي أثر بس يدلهم لمكان مبارك، لكن بدون أي جدوى. وفي الآخر ما لقوش أي دليل واحد بس على وجوده في المكان ده. الشرطة فعلا كانت بتلف حوالين نفسها، كانوا متأكدين إن حسن هو اللي مخبيه، لكن هو مصر على الإنكار ومفيش للأسف أي دليل ضده. رجعوا من الأول يدوروا في التليفون بتاع حسن اللي ما كانش فيه أي حاجة غريبة أو مريبة، لكن حاجة بسيطة جدا وقفت الشرطة عندها. كان موجود على تليفون حسن رقم مصري مش متسجل، لكن عامل مجموعة مكالمات مع حسن قبل الحادثة وبعدها. فضلت ساعتها الشرطة تدور ورا الرقم ده وكأنهم بيتعلقوا بأي أشياء، والراجل صاحب الرقم طلع فعلا مصري، والراجل ده كان شغال في شركة أدوية، وعلشان كده كان بيتردد على الكويت باستمرار، وطلع كمان صديق شخصي لحسن. كل ده كان عادي جدا، لكن اللي كان غريب قوي انهم لقوا ان الراجل ده وقت الحادث بالذات كان موجود في الكويت ورجع على مصر بعد يومين بس من اختفاء مبارك. وهنا شكوهم زاد قوي حوالين الراجل ده، وبعتوا للشرطة المصرية يطلبوا منها تعاون علشان يستجوبوا الراجل ده. وفعلا جابوا الراجل وبدأوا التحقيق معاه، والراجل ده للأسف ما خدش وقت طويل في ايد المحققين واعترف بكل حاجة. الراجل ده كان صديق شخصي ومقرب لحسن. كان الراجل ده لما كان بيروح الكويت كان حسن بيستضيفه في المزرعة بدون علم مبارك، وقال ان هو ولا مرة شاف مبارك ده ولا تعامل معاه ولا يعرفه شخصيا. وهو وحسن للأسف سهرتهم كلها مخدرات، ودي حاجة بيرفضها مبارك تماما. علشان كده حسن ما كانش بيجيبه إلا لما مبارك ما بيكونش موجود في المزرعة. وإن من فترة بسيطة حسن حكى له هو متنرفز بسبب إن مبارك عمل معاه موقف ضايقه قوي،
وكان الموضوع ده حارق دمه قوي، وكانوا مع بعض في سفرية شغل في المغرب، وإنه نفسه ينتقم منه ويخلص منه بأي شكل. بس الغريب إن المصري ده أبدأ استعداده إنه ممكن يساعد حسن، مع إنه هو ما يعرفش مبارك أصلا. لكن حسن وعده بمبلغ مالي كويس جدا. المهم بدأوا يخططوا هيعملوا إيه بالظبط، وكانت الخطة هي خطف مبارك وحبسه في مكان بعيد، ويفضل حسن يعذب فيه ويفش غله فيه لحد ما تبرد ناره، وبعدين يقتله. كمية شر وحقد مش طبيعية. المهم بدأ يشتري فعلا كلبشات وحبال وأدوات تعذيب كمان، وكمان جاب كونتينر كبير وحطه في مكان بعيد، وقسم ساعتها الكونتينر لأوضتين، أوضة فيها سرير وأوضة مليانة بأدوات التعذيب، وكمان حفروا جنب الكونتينر وغطوه بأسمنت. ويوم الجريمة راح مبارك المزرعة، وكان المصري هناك لكنه كان مستخبي في الحمام، وقام ساعتها عمل لمبارك قهوة وحط فيها مخدر. كان المفروض ان لما مبارك يشرب القهوة يطلع المصري وينقله هو وحسن للكونتينر، لكن للأسف حسن اتهور وضرب صاحبه بماسورة حديد على دماغه، كسر له دماغه ومات في الحال. واحتاسوا الاتنين لان دي مش الخطة اللي كانوا مرتبينها، وخصوصا كمان ان الدم غرق ارضية المكان، علشان كده اضطروا انهم يغيروا خطتهم على طول. وعلشان كده راحوا حارقين الخيمة كلها علشان يغطوا اثار الدم اللي جواها، وراحوا رابطين جثة مبارك ومكممينها وحطوها في عربية مبارك. وطلع ساعتها المصري بالعربية النقل بتاعة المزرعة ومعاه موبايل حسن لمزرعة حسن التانية، وده اخو حسن، وده برضه اشترك معاهم في الجريمة لما اخذ التليفون وطلع على منطقة الكسرات، علشان لو الشرطة شكت في حسن وفتشت وراه يثبتوا انه كان بعيد خالص عن المنطقة اللي فيها مبارك. وبعدين راح المصري لحسن وطلعوا بره على منطقة السلمى مكان الكونتينر، ولفوا مبارك في السجادة ورموه في الكونتينر. وحسن ساعتها ادى صاحبه المصري 2000 دينار ورجع بعربيته، وصاحبه المصري خد العربية النقل رماها بعيد ورجع هو على مصر. طبعا اثار الدم اللي كانت في النقل كانت بسبب ايد المصري. وفي النهاية وصلت الشرطة لجثة مبارك واللي كانت شديدة التحلل، لان عدى عليها 72 يوم، اكتر من شهرين كاملين، والجثة مرمية في الكونتينر. المهم ان اهل مبارك اخيرا اخدوه ودفنوه، ولحد الان محدش يعرف ايه هو طبيعة الخلاف اللي كان بين حسن ومبارك. طبعا طلعت اشاعات كتيرة جدا وتكهنات، قالوا ان مبارك قفش حسن وهو بيشرب مخدرات في المزرعة واتخانق معاه وهو ده السبب، لكن ده مش سبب كافي لجريمة بالغل والحقد ده. وفي النهاية اتعرضوا الاتنين في محكمة الكويت واتحكم على الاتنين بالإعدام. والتخطيط للجريمة دي ما يجيش إلا من شيطان، مستحيل أبدا يكون في إنسان جواه كل الغل والسواد ده. واحد استخدم ذكائه كله علشان يقتل صديق عمره شهرين كاملين، شايف مراته وولاده وأهله هيموتوا من القلق عليه، وهو كان بيتصرف بلا مبالاة. الحقيقة إن الإعدام ده أقل نهاية يستحقوها هما الاتنين، ودعواتنا لأسرة مبارك بالصبر، ودعواتنا ليه بالرحمة والمغفرة. وبس كده، أشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم.